فيلمنا بيبدأ بشاب اسمه عز الدين وهو في الحمام وقاعد في البانيو علشان يستحمى، بس فجأة بيلاقي الشباك اتفتح والأباجورة نزلت عليه وفي حاجة بتسحبه لتحت المية، بس بنلاقيه انه كان بيحلم وهو نايم في الطيارة. ولما بيطلع من المطار بيركب اوبر والسواق بيكون اسمه عربي، وبنعرف ان عز الدين كان عايش في كندا مع ابوه من صغره وبقاله 25 سنة مجاش مصر. وبعد كده بيقعد يهزر هو وعربي وهم في الطريق وبيوصلوا للقصر بتاعه، ولما بيخش بيلاقي المرجحة اتحركت لوحدها وبيحاول يفتح باب القصر بس مش بيعرف، وبينادي على مرعي حارس القصر وفعلا بيجي وبيفرح جدا انه شافه بعد السنين دي كلها. وبنلاقي لقاء مرات مرعي فرحانه برضه انه رجع مصر، وعز الدين بيقول له انه عايز يخش يبات في القصر، بس اول ما بيقول له كده بنلاقي رعد وبرق والدنيا بتمطر. فمرعي قال له بلاش تبات فيه النهارده وخليها الصبح تبقى احسن، وبالمره برضه اكون نضفته. وبيقول له انه يروح للمحامي ابراهيم قبل ما يجي القصر علشان يفهمه على كل حاجه، والمحامي ابراهيم ده بيكون محامي العيله من زمان. وبعد كده بيركب مع عربي وبيخليه يوصله لاقرب فندق وبيديله بقشيش كتير وبيقول له انه يعدي عليه بكره الصبح، والغرفه بتاعته في الفندق بتكون رقم 13. ولما بيخش الاوضه بيلاقيها نفس الاوضه اللي حلم بيها ونفس البانيو ونفس كل حاجه، بس بيقعد فيها لغايه الصبح عادي. وفي تاني يوم بيروح للمحامي ابراهيم وبيتفاجئ انه بقى قاعد على كرسي، وبيفرحوا جدا انهم شافوا بعض بعد كل السنين دي. وبيبان ان المحامي ابراهيم كان قريب جدا من العيله وبيعرفوا على حنان مراته. ولما بيقعدوا يتكلموا بنعرف انه نازل مصر علشان يبيع القصر، وان ابوه لسه ميت من فتره قصيره علشان كده قرر انه ينزل مصر ويبيعه وبعد كده يرجع تاني على كندا. بس ابراهيم بيفاجئه وبيقول له ان القصر مسكون، وبيصر برضه ان هو يخش القصر وبينزل من عنده، وحنان بتنزل معاه علشان تساعده لو احتاج حاجه بما ان هو ما جاش مصر بقاله كتير. ولما بيخش القصر بيلاقيه متطرب جدا وبيتمشى فيه، بس فجاه بيلاقي امه احلام قدامه بس بيكون بيتخيل. وبيجي عم مرعي علشان يكمل تنظيف القصر، وبتيجي لقاء تسلم عليه وبيفتكر لما كانوا صغيرين وبيلعب معاها في المطبخ علشان كانت بنت الطباخ بتاعهم، وبيبان انهم بيحبوا بعض، بس كانت امه احلام بتيجي تزعق له انه بيلعب معاها علشان مش من نفس المستوى بتاعهم. ومرعي بيقول له انه اتجوز لقاء من 11 سنه وخلفوا ولد اسمه محروس عنده 10 سنين. فعز الدين بيغير الموضوع وبيقول لهم انهم يحاولوا على قد ما يقدروا ينضفوا القصر بسرعه، وفي نفس الوقت ده بنلاقي فيه ميه بتنزل من السقف وبتعمل خطوات رجل على الارض. وبعد كده بنلاقي عربي بيجيب شنطهم من بره وبيطلعوا علشان يحطوها في الاوض، وعز الدين بيقول لعربي انه عايزه يبات معاه يومين 3 في القصر علشان لو احتاجوا في حاجه، وكده كده هيحاسبوا على عدد الايام. وعربي بيوافق ومش بيرضى يقول له ان القصر مسكون، ولما بيجي يفتح باب الاوضه مش بيرضى يفتح، وعربي بيحاول يفتحه بس برضه مش بيعرف. ولما بيتك على الاكره جامد بيتكهرب، وحنان بتغير له على الجرح. والمحامي ابراهيم بيكلم عز الدين يطمن عليه وبيساله هو ليه مصر برضه انه يبات في القصر، وبيفهمه انه مش هينفع يبيع القصر طول ما الناس بتقول عليه انه مسكون، وانه لازم يعيش فيه فتره علشان الناس تصدق انه مش مسكون ويعرف يبيعه. وبعد كده حنان بتمشي وعز الدين بياخد عربي علشان يطلعوا يجيبوا اكل ومعلبات خزين معاهم في القصر. وبنلاقي لقاء بتقعد تتحايل على مرعي انها نفسها تستحمى في الحمام بتاع القصر علشان نفسها تحس بعيشه الاغنياء، وبعد الحاح منها بيوافق وفعلا بتطلع تستحمى فيه وبتكون مبسوطه جدا. بس فجاه بنلاقي باب الحمام اتفتح والمرايه اتكسرت، وبنلاقي الميه اتقطعت وبينزل بدل الميه دم، وبتقعد تصوت وبتنادي على مرعي وفعلا بيجيلها وبينقذها. ولما بتنزل اوضتهم بتبقى مصدومه ومش بتتكلم، وابنهم بيبقى خايف جدا. وبنيجي بالليل لما عز الدين وعربي جابوا الاكل ورجعوا وبيقعدوا علشان ياكلوا، وبتيجي واحده اسمها علياء صاحبه امه من زمان علشان تطمن عليه لما عرفت انه رجع من السفر. وعربي بيقول لهم انه هيطلع علشان ينام، وعليا بتقول له انها مكسوفه انها هتقول الكلام ده، وبتقول له ان في يوم حفله عيد ميلاد مامته كانت جايه بخاتم سولوتير غالي جدا بس ضاع منها في الحفله، علشان لما امه اتقتلت في الحفله البوليس جه ومعرفتش تدور على الخاتم من ساعتها. وعز الدين بيتصدم لما بتقول ان امه اتقتلت في الحفله علشان ابوه كان قايل له انها ماتت موته طبيعيه، وان ساعتها عز الدين كان في الحفله بس كان صغير ومش فاكر. وبتستغرب ان ابوه خبى عليه انها اتقتلت، وبتقول له انهم لقوها مدبوحه في اوضتها يوم الحفله. والبوليس لما حقق في القضيه وصلوا ان كان في حرامي دخل الاوضه من الشباك علشان يسرقها وساعتها ذبحها، بس موصلوش للحرامي من ساعتها واتأيدت ضد مجهول. وبتتاسف له انها قالت له الكلام ده بس ما كانتش تعرف انه ما يعرفش، وبتقول له يا ريت لو لقيت الخاتم تجيبهولي، وبتسيبه وبتمشي. وعز الدين لما بيقوم بيفتكر نفسه وهو صغير لما كان
بيتعلم البيانو مع العازفة دنيا، وابوه بيفضل يبص عليها وبيبان انه معجب بيها جدا، ومراته احلام بتاخد بالها بس بتسكت، وبيكملوا لعب شطرنج عادي. وبنرجع لوقتنا الحالي وهو عز الدين طالع اوضته علشان ينام، بس مرة واحدة بيلاقي الباب بيتهز جامد جدا وبيعمل صوت عالي، وعربي بيقوم مفزوع من النوم وبيعرف ان القصر مسكون وبيجري بره القصر. وعز الدين بيطلع وراه وبيقعدوا لغاية الصبح بره، وبيقول له ان هيلم شنطه وهيمشي ومش محتاج فلوسه. وبعد كده عز الدين بيروح للمحامي وبيعرفه اللي حصل معاه في القصر، وبينصحه انه يرجع كندا وخلاص، بس بيقول له انه عنده مشاكل كبيرة في كندا ومحتاج فلوس، علشان كده لازم يبيع القصر. وحنان بتقترح انهم يروحوا لواحدة بتعمل اعمال ومخاوية، وبيقتنع بفكرتها وبيوافق. بس وهم في الطريق بتلاقي مرة واحدة رجليها مش راضية تتحرك، وكانت هتخبط في عربية، بس عز الدين بيعمل فرامل اليد وبيوقف العربية، وبتيجي عربية من وراهم بس بتخبطهم خبطة خفيفة، وبيرجعوا تاني للمكتب. وهم قاعدين بيفكروا هيعملوا ايه، ابراهيم قال لحنان انها تقوم تجيب رقم مطعم الكباب من النوتة علشان ياكلوا، وهي بتجيب الرقم من النوتة لقت كارت واحد اسمه دكتور قيسون الناصر معالج روحاني، ولما بتسألوا عليه بيقول لهم انه كلمه من سنين علشان سمع ان القصر مسكون، وانه كان عايز يخشه علشان يعرف هو مسكون فعلا ولا لا، علشان مهتم وبيدرس في عالم الروحانيات، بس معرفش يدخلوا القصر علشان هما من ساعتها ما نزلوش مصر. وحنان بتكلمه علشان تجيبه، وفعلا بيجيلهم على القصر، وعز الدين وحنان بيحكوا له كل حاجة عن القصر، وبيستأذن ان حنان تبات معاهم الليلة دي علشان اللي اتقتلت في القصر واحدة ست، فوجود واحدة ست معاهم ممكن يفيدهم. وبتكلم ابراهيم وبتستأذنه، وبعد الحاح منها بيوافق. وبعد كده دكتور قيسون بياخد جولة في القصر، وعز الدين بيقول له ان اول يوم جه فيه القصر ظهر قدامه فجأة آثار رجلين في الارض، بس الآثار دي راحت لما نضفوا. وبيسألوا لكام شخص، فقال له ان شخص واحد، وسألوا ان آثار الرجلين دول لراجل ولا ست، او رجل كبيرة او صغيرة، وقال له انها كانت آثار رجل طفل صغير. وبعد كده عز الدين بيوري حنان الأوضة اللي هترتاح فيها لغاية اما يشوفوا هيعملوا ايه، بس لما بتفتح الباب بتصوت وبيغمى عليها، فبيجروا عليها وبيدخلوها الأوضة، ودكتور قيسون بيديلها حقنة مهدئة علشان ترتاح. وبعد كده بيطلعوا علشان يحطوا كاميرات في القصر على امل انهم توصلهم لاي حاجة، بس وهو بيركب الكاميرا الاخيرة بيلاقي ان في حاجة بتزقه وبتوقعه من على السلم، بس عز الدين بيجري عليه وبيلحق ينقذه قبل ما يقع. وبعد كده بنلاقي الأوضة بتاعت حنان الازاز اللي فيها بيتكسر والنور بيتقطع، وبنلاقي مرة واحدة في حاجة بتسحبها لفوق جامد، وبتفضل تصوت وبتنادي عليهم، وبعد كده بتنزل وبتسحبها تاني للحيطة، وفي علامة بتترسم على الحيطة جنبها، وبعد كده بتنزلها. وعز الدين ودكتور قيسون بيجروا عليها وبيلحقوها، بس بيبقوا مش عارفين معنى النقش ده بيدل لايه، وبيبقوا ماشيين في القصر وهم خايفين جدا. وبيلاقوا بعد كده النور جه، وبيشوفوا الكاميرا بس بتبقى مش مسجلة حاجة خالص، وبيكملوا جولتهم في القصر، وبيقول لهم ان غالبا روح والدته هي اللي بتعمل كده، وعلشان كده بيخشوا أوضة امه احلام، وبيشوف الفستان اللي كانت لابساه لما اتذبحت، وبنلاقي ايد عز الدين بتتهز شوية وبيتخنق وبيطلع من الأوضة. وحنان بتروح وراه وبتحاول تهون عليه، وبيسألها المحامي ابراهيم قاعد على الكرسي من امتى، وبتقول له من ساعة ما القضية اتأيدت ضد مجهول، وبيستغرب ليه، فقالت له انه اعترف لها قبل ما يتجوزوا انه كان بيحب احلام ام عز الدين. وبننتقل لدكتور قيسون وهو بيدور في اي حاجة تفيده في أوضة احلام، وبيلاقي ورق، ولما بيشوفه بيلاقي فيه اسماء مكتوبة، وعز الدين بيعرفه بيهم، وبيبقى فيه جزء من الاسماء دي مات في وقتنا الحاضر، وبيبقوا 13 اسم، وبيسألوا على يوم عيد ميلاد امه اللي ماتت فيه وبيكون يوم 13، وبيستغربوا ان المعزومين 13 وعيد ميلادها يوم 13 واتقتلت يوم 13. وفي تاني يوم بيروح للمحامي ابراهيم، ودكتور قيسون بيجيله فكرة انه يعمل محاكاة ليوم الحفلة ويعيدوه هو تاني، علشان ده ممكن يوصلهم لحاجة، والناس اللي كانت في الحفلة يجوا برضو هم، والناس اللي ماتت نستبدلهم بناس تانية. وفعلا بيبدأوا يفهموا الناس الفكرة وبيتصلوا بيهم وبيقولوا لهم. وعز الدين بيروح لدنيا مدرسة البيانو بتاعته وبيعزمها علشان كانت موجودة في الحفلة، وبيروح لعمته وبتبقى في المستشفى بسبب انها عندها صرع، وبياخد اذن خروج علشان تيجي الحفلة. وحنان برضو بتروح تعزم رسام اسمه ناجي الروبي علشان اسمه كان موجود في الورقة وكان موجود في الحفلة بتاعت زمان، وبكده بيكونوا قالوا لكل الناس وحددوا ميعاد الحفلة واللي هو بيكون بكرة. وحنان بتقول لهم ان بكرة اليوم ال13 لرجوع عز الدين مصر، وبنيجي اليوم الحفلة وفعلا بيبقى موجود كل الشخصيات، ولقاء هتكون
بيودوهم مكان واحدة اسمها رباب مربية عز الدين وهو صغير، وابنها محروس هيمثل انه عز الدين وهو صغير، وعز الدين بقى هيعمل مكان ابوه فاروق الدمرداش، ودكتور قيصون هيعمل مكان عمه اسماعيل، وحنان هتعمل مكان احلام. وبيقول لهم ان كله يعمل نفس اللي عمله يوم الحفلة اللي فاتت، واللي شاف حاجة بتحصل دلوقتي ما حصلتش يوم الحفلة اللي فاتت او حاجة غلط يقول على طول علشان نوقفها. وفعلا بيبدأوا الحفلة، وبنرجع فلاش باك لوقت الحفلة اللي كانت من 25 سنة، وبنلاقي الرسام ناجي راسم لوحة كبيرة جدا لأحلام، وعمال يقول لها كلام حلو جدا قدام الناس، وبتطلع تشكره على اللوحة وعلى كلامه وبتحضنه وبتبوسه. وفاروق بيكون متضايق جدا انها بتكسفه قدام الناس. وفي نص الحفلة بنشوف فاروق وهو عمال يبص لدنيا جدا بإعجاب، وبنعرف ان فاروق وأحلام مش بيحبوا بعض، بس ما انفصلوش علشان ابنهم عز الدين، وان كل واحد عايش حياته وبيحب شخص تاني. وفي وقتنا الحالي بيكملوا الحفلة زي ما كانت بالظبط، وبنلاقي أحلام طلعت أوضتها علشان تغير الفستان، فحنان برضه بتطلع الأوضة علشان تغير الفستان، وبنلاقي ناجي طلع ورا أحلام الأوضة علشان يشوف أوضتها وبيبوسها وبيحضنها، بس بتبقى متوترة لفاروق يجي في أي وقت. وفجأة بنلاقي الدولاب بيتهز جامد جدا فبيتخض وبيمشي. وفي الوقت الحالي بنلاقي ناجي بيقول إن كده في حاجة غلط في الحفلة، علشان عز الدين وهو صغير ما كانش قاعد الفترة دي كلها على الكنبة، وإن بعد ما أمه طلعت الأوضة هو اختفى. وبنلاقي مرة واحدة النور قطع، وبنلاقي برضو إن الدولاب بيتهز جامد جدا عند حنان في الوقت الحالي. وأحلام لما بتفتح الدولاب بتلاقي عز الدين وهو صغير وبيقتلها بالمقص، وبرضو حنان لما بتفتح الدولاب بتلاقي عز الدين وبرضو بيقتلها بالمقص، وبيجيله نوبة صرع وبيفضل يتشنج. وبنلاقي فاروق أبوه دخل وشاف إنه قتلها، وأحلام بتقوله إن عز الدين ابنهم طلع مريض زيه بالصرع، وبدل ما ينقذها بيكمل عليها وبيموتها، علشان كده كان كارهها، وبيخفي كل الدلايل انها تدينه هو وابنه. واخوه واخته بيجوا بالصدفة وبيساعدوه برضه انهم يخفوا كل حاجة، وفعلا كلهم اعترفوا للشرطة انه حرامي، وعمل خطة فعلا مع اخوه واخته علشان يبان انه حرامي. وبعد كده خد عز الدين ومشي من مصر. ودكتور قيصون لما بيطلع الأوضة بيلاقي برضه حنان مقتولة وعز الدين جنبها، فبيعرف ان هو اللي قتلها، والشرطة بتيجي تقبض عليه وبيروحوا علشان يدفنوا حنان. ودكتور قيصون بيقول لهم ان عز الدين عنده صرع زي ابوه وعمته وعمه، علشان ده مرض وراثي عندهم في العيلة، والمرض ده اعراضه ان النوبة لما بتجيله ممكن يرتكب جريمة ولما يفوق ما يفتكرش اللي حصل. علشان كده اصلا عز الدين ما كانش فاكر ان امه ماتت مقتولة، علشان ساعتها جاله نوبة الصرع ونسي كل حاجة. وعلشان كده القصر كان عمال يبعت رسايل علشان يعرفهم القاتل، وهي ان خطوات الرجل كانت لطفل صغير، علشان كان قصده انه عز الدين وهو صغير، والنقش ده كان المقص اللي عز الدين قتل بيه امه. وعلشان كده برضو الباب كان بيتهز جامد زي ما الدولاب كان بيتهز لما جات له نوبة الصرع لما قتل امه. وبيقول لهم ان دلوقتي خلاص روح احلام هانم ارتاحت، والقصر ما بقاش مسكون، والورثة بعد عز الدين ممكن ياخدوه ويبيعوه. بس فجأة بنلاقي صورة احلام بتتغير لصورة حنان، وكل حاجة في البيت بتتهز، والتماثيل شكلها بيتغير، والمقصات بتترسم في كل مكان، والازاز بتاع القصر كله بيتكسر. وبنعرف ان روح حنان هي اللي سكنت القصر دلوقتي. وبس كده فيلمنا خلص. فلو كملت الفيديو لحد هنا فياريت تعمل كومنت بالايموجي اللي انت شايفه على الشاشه ده، عشان بس اعرف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. وبس كده فعامه يعني ياريت لو الفيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه اللي هو اشتراك يعني، وتفعل زر الجرس اهم حاجه عشان لما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. وياريت فعلا تقدر التعب ده وتعمل لايك عشان ده بيفرق معانا جدا وهيحمسنا ان احنا ننزل فيديوهات اكتر واكتر. وبس كده نشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.